مساء الخير عليكم عشاق وجماهير النادي المصري في كل مكان. بعد الخروج اللي انا بعتبره مهين من دور ال16 على يد المدرب الكوكي، يا ريت الفيديو ده يتشير عشان يوصل للمدرب الكوكي، ويا ريت تشاركوني في الكومنتات وتقولوا انا صح ولا غلطان. انا بقول للكوكي احنا جايبينك عشان ناخد بطولة، مش عشان تقعد تكاكي في الملعب طول النهار ومفيش بطولات. ما انت كان قدامك يعني الملعب واسع، كاكي براحتك. يعني دور ال16 ده جاي لك على طبق من فضة، على طبق من فضة. ماشي، قدر الله ما شاء فعل. جمهور المصري مستحمل بقاله 100 سنة بيقول قدر الله ما شاء فعل وخلاص. ويا دوب احنا اخدنا بطولة واحدة اللي هي كاس مصر. طب وبعدين؟ ما في حاجة اسمها تخطيط، في حاجة اسمها تخطيط يا كوكي، في حاجة اسمها تخطيط. انت ليه بتلعب باستهتار في بطولة في كاس مصر؟ كان يعني المنحنى كان لازم تبقى عبقري. يعني في كاس العاصمة انت من ماتشين اتعادلت مع كهرباء الاسماعيلي، رحت مغلوب من الزمالك 2-0. كان لازم التالت ماتش ده تعمل حسابك. انما انت لعبت ماتش يعني اقول ايه ده؟ ماتش ايه ده يا راجل؟ ده مفيش كوره شاطت طول المباراه. انت منزل لعيبه عاجزه، وبعدين انت مقعد لي صلاح محسن عطيله اجازه ليه؟ وخالد صبحي ماشي، خالد صبحي لعب اخر ماتش. انت مقعد يعني ما لعبتش ليه؟ صلاح محسن كنت قاعده في الاحتياطي زي ما فرقه زد لعبت، ولو انه صاب اللعب اخر ماتش ونزل. يعني انت بتلعب بمزاجك ولا ايه؟ ولا شايف ان المباراه ما فيش سهله في كاس مصر؟ انت مباراه سهله اهي وفي ايدك، وطلعت من دور ال16. يعني انت عملت ايه زياده عن علي ماهر وعن جودلبان الغلبان؟ علي ماهر اخدنا معاه يعني مثلا كان التالت وما عجبناش المستوى ومشيناه، وهكذا جودلبان طلعنا من الكاس. انت عملت ايه بقى؟ يعني انت في الخامس اهو في الدوري، وطلعتنا لسه نقول بسم الله الرحمن الرحيم بنفتح القوس، طلعتنا من كاس مصر. يعني لسه بنقول ها اول حاجه وبطوله، لسه بنقول يا هادي.